وبدون لاعبي الأساسيين ياسين صالحي وصلاح الدين العقال، استعد الفريق اليوم لمباراته المقبلة ضد اتحاد الزموري الخميسات، وعينه على تحقيق الانطلاقة بملعب 18 نوفمبر. عودة لهشام فراج وأمين خدو. فريق الرجاء البيضاوي خلال الحصة التدريبية الأولى التي أعقبت الهزيمة أمام المغرب التطواني يحاول استجماع قواه والتفكير أكثر في مباراة نهاية الأسبوع أمام الاتحاد الزموري الخميسات. البرتغالي جوزي روماو غاب عن هذه الحصة التدريبية لظروف عائلية استدعت سفره إلى البرتغال، وقادها الطاقم المساعد بقيادة رضوان حجري، وكل مكونات الفريق تعلم جيدا بأن الخطأ ممنوع رغم صعوبة المهمة. الاستعدادات بالنسبه للمباراه ديال الخميسات استعدادات اللي غادي تجري كاي اسبوع، لان كنعرفوا خميسات فريق تا هو فريق يحترم، فريق اللي عنده تا هو الطموح ديالو ديال 3 نقاط ولاعب في البلاد ديالو، ولكن حنا الطموح ديالنا في اي مباراه يعني دائما 3 نقاط، ولكن نقلبوا دائما باش هاد الجماهير هذه ما نخذلوهاش، نحاولوا دائما نبقاو في ذاك المستوى المعروف، واللي صراحه اللاعبين تيبذلوا مجهود كبير من الاول من اللحاق يعني الالتحاق ديالنا بالفريق. المباراة المقبلة ستشهد إلى جانب غياب صلاح الدين عقال وياسين الصالحي عدم جاهزية المدافع رشيد السليماني ومصطفى بالمقدم الذي ما زال لم يسترجع كل إمكانياته، غيابات تؤرق بال الطاقم التقني. اي لاعب في فريق الرجاء البيضاوي الا هو كيكون مستعد باش يحمل القميص، وهذه فرصه كتكون بعض المرات اللاعب اللي ما كيكونش كيشارك وتجيه واحد الفرصه اللي كتكون يمكن فرصه اللي غادي يوصل بها المشوار ديالو، ونتمنى تكون بعض اللاعبين اللي استدعاهم المدرب وكانوا في المستوى المطلوب ديالو لهذه المباراه هذه، لان مباراه مهمه بالنسبه لنا. لاعبو الرجاء الرياضي البيضاوي بدورهم يحاولون نسيان الهزيمه والتفكير أكثر في لقائهم الصعب أمام اتحاد الزموري الخميسات الذي يتمتع بمعنويات مرتفعة بعد عودته بنتيجة الفوز من قلب العاصمة العلمية. المقابله القادمه مع فريق اتحاد الزموري الخميسات غتكون مقابله صعيبه، كنتمنى ان شاء الله نستعدوا لها بما في الكفايه هذا الاسبوع باش نحققوا 3 نقاط اللي تخلينا نعوضوا الهزيمه ديال المغرب التطواني. عندنا مقابله جايه ديال الخميسات اللي الحال الان دابا مقابله ديال تطوان نسيناها، دابا تنركزوا على المقابله ديال الخميسات اللي خاصنا ضروري نعوضوا